للأسف الشديد فعلا الممنوع مرغوب. والنهاردة أنا هتكلم في حاجة مش ممنوع إن أنا أتكلم فيها، ولكن حيائي كان منعني إن أنا أتكلم في حاجة زي دي، خصوصا بعد ما الأمور هديت في عيلة آل داوود والناس اتصالحوا وبقوا تمام و100 فل وعشرة. ولكن الأخت الكبيرة ليها رأي تاني، وأكيد إحنا كمستمعين وكمتابعين وكقنوات هيبقى لينا رأي تاني في الكلام اللي هي بتقوله. وطلعت تقول مش عايزة حد من قنوات النقد يتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي في قناة أبو بشير. زي ما انتوا شفتوا وزي ما انتوا سمعتم في مقدمة الفيديو بتاعي، كان زمان بيقولوا لنا دايما ان الممنوع مرغوب، يعني اي حاجه انت بتمنع الطفل عنها الطفل بيبقى عنده حب الفضول ان هو يعملها او ان هو ينفذها وبينتظر العواقب بتاعتها. الاخت الكبيره في عيله آل داوود طلعت بفيديو النهارده، للاسف الشديد الفيديو غير موفق بالمره. طبعا زي ما انتم عارفين عيله آل داوود اصبحت من الناس المشهورين على منصه اليوتيوب، وكل الناس بتتابعهم وبتتابع قنواتهم، لان بسم الله ما شاء الله قنواتهم كتيره وعديده وبتكبر وبتزيد ومشاهداتها بتزيد، خصوصا بعد صلح زاهيه وحلميه. انا عتابي او لومي على الاخت الكبيره ان هي طلعت اتكلمت في حاجات او في امور مستخبيه على المتابع، ومش من المفروض ان المتابع يسمعها او ان هو يتابعها او ان هو يعرف حاجه عنها خالص، لان المتابع مش داخل جواكم الا بيكم انتم، زي ما حصل في الاول وحصل دلوقتي الصلح بين زاهيه وحلميه، وقلنا خلاص ارتحنا والدنيا بقت حلوه والام نامت مرتاحه في قبرها بعد زاهيه وحلميه ما رجعوا لبعض. والحدث الاكبر والاهم ان زاهيه وحلميه رجعوا لبعض في ايام اللي الست ام مصطفى ما كانت عايشه، وخدت زاهيه رحلتها للسعوديه وعملت عمره للست الورده ورجعت. الحمد لله الست ام مصطفى كانت مسامحه كل الناس، قنوات ومتابعين، اي حد حاول ان هو يسيء ليها كانت مسامحاه ومن قلبها. يعني عايزين نبدا صفحه جديده مع عائله آل داوود. اولا الاخت الكبيره اقول لها شفاك الله وعافاكي ويقومك بالسلامه، وترجعي ان شاء الله لاولادك ولقناتك ولمتابعينك ولمحبينك اللي حابين يشوفوكي في صوره احسن من اللي شافوكي فيها النهارده. يمكن كان المفروض اعمل زي القنوات التانية وانزل الصوره وانزل بانر بقى على القناه وانزل الصوره مصغره واكتب عليها كلمات، ولكن احتراما لزاهيه داوود واحتراما لرغبتها في عدم نشر اي صوره ليها ولاخواتها في الفيديوهات اللي احنا بنعملها، انا رافض ان انا احط صور ليها او لاخواتها، ويجيب الفيديو زي ما يجيب، لان انا ما بتاجرش بمشاكل عيله آل داوود او ما بتاجرش بصورهم. المهم الاخت الكبيره لما نزلت فيديوهين في نفس اليوم عن مرضها، الفيديو الاول صوره الاخ الاوسط ليها وكان بيزورها، وزياره المريض واجب علينا وعلى كل المسلمين وعلى كل فرد يسمع ان في انسان مريض ونقول شفاها الله وعافاها. في نفس اليوم نزلت بنتها نفس الفيديو هو كوبي باست في نفس الليله وفي نفس اليوم، وده حاجه احنا قلنا نحاول ان احنا نستبعدها عن محتوانا ونهتم بالمحتوى بتاعنا اكتر ما نهتم بعرض مشاكلنا وبعرض خصوصياتنا على اليوتيوب، ونرجع في الاخر نقول لهم محدش يتكلم على الفيديو اللي انا بعمله او محدش ينتقدني في الحاجه اللي انا بعملها. يمكن الاخت الاكبر في عيله آل داوود اتكلمت على حاجه بتتعمل مع كل عيله موجوده في مصر، مع كل عيله موجوده في العالم، لما بتفقد عزيز عليها او اخت او اخ او ام او اب، بتلاقي الابناء بعد الدفن على طول مباشره كل واحد بيخش على الدولاب وبينقي اللي هو عايز، يقول دي من ريحه امي من ريحه ابويا. طيب انت في الاول وفي الاخر ما عملتش الحاجات دي ليه قبل وفاه ابوك او امك او اختك او اخوك، وحاولت انك انت تحافظ على الوئام اللي موجود في العيله او بينك وبينها؟ على ما اتذكر قبل ما ام مصطفى تروح العمره برضو الاخت طلعت وعملت فيديو
ان تقريبا ما حدش قال لها ان امك مسافره رايحه السعوديه تعمل عمره، او ما دعوهاش، او ما حدش خبرها، مع ان حلميه كانت في الوقت دوت معاها. ويمكن انا في الوقت دوت عملت فيديو على الكلمه اللي خلتني او لفتت انتباهي في الفيديو بتاعها، وهي كانت بتقول اللقا نصيب يما. بعديها طلعت عملت فيديو وقلت لها ان لو فاتك انك انت تودعي والدتك وهي رايحه العمره، ممكن تستقبليها في المطار، وكان ممكن مجرد ما تعرفي، مش لازم حد من اخواتك يقولك ان والدتك مسافره السعوديه تعمل عمره، حتى لو هي رافضه انك انت تكوني موجوده في وداعها، انا اروح واتمسح فيها وابوس تراب رجليها في سبيل ان انا اشوفها، على حساب كلمتك اللقا نصيب يما. عشان كده بقول، والكلام دوت اتمنى انك انت تاخديه بصدر رحب وتفهميه كويس جدا، ان الكلام اللي اتقال في الفيديو النهارده، سواء كان خلاف على جلابيه او عبايه او 8 كيلو لحمه زي ما بتقولي، وانت رديتيهم اللحمه ديت، او هترديهم زي ما هتردي بالظبط العبايه اللي خدتيها من ريحه والدتك، وكانت اخت من اخواتك هي اللي جايباها، وهترديها لاختك. افتكر الكلام ده لو حصل معناها ان بدايه مشاكل جديده في عيله آل داوود، بس الاختلاف بدل ما كان حلميه وزاهيه هتبقى حضرتك وصاحبه العبايه. الفيديو مش موفق فعلا، الفيديو بتاع النهارده بتاع حضرتك مش موفق بالمره. ولو حضرتك قريتي التعليقات اللي موجوده في الفيديو هتحس ان فعلا غلطتي غلطه كبيره، بصفتك انك انت الام بعد وفاه ام مصطفى، الاخت الاكبر بعد وفاه ام مصطفى، بتتولى عمليه الام، بتحاول ان هي تلم، بتحاول ان هي توفق الناس مع بعضها وتوفق الاخوات مع بعضها حتى على حساب نفسها. اتمنى ان كان الفيديو دوت ما ينزلش خالص، واتمنى ان الفيديو دوت كان وتراجع كلماته ومدى مردوده على اخواتك وعلى المتابعين وعلى القنوات، بدل ما اطلع اقول ان ما حدش ينقدني في الفيديو دوت، او ما حدش يتكلم في الفيديو دوت، او اتكلموا وانا اطلع ارد على كل حاجه هتتقال عليا بسبب الفيديو. وفي نهاية الفيديو نترحم كلنا على الست ام مصطفى، الف رحمة تنزل عليها، ونتمنى ان الامور تتساوى بينكم وبين بعضيكم، وانتوا مش بعاد على بعض، انتوا في قرية واحدة وفي بلد واحدة، من المفترض ان انتوا تعاتبوا بعض من غير ما حد من المتابعين يعرف، مش نطلع نقول اسرارنا ونطلع نقول حاجات احنا ما نعرفش حاجة عنها، وفي الاخر نلوم الناس ونلوم قنوات النقد والمتابعين ان هم بيتدخلوا في امور شخصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.